يعني نادي الزمالك فسخ التعاقد مع دونجا بالتراضي. زي ما بقول لك كده، دونجا من اللعيبه يا جماعه، اللعيبه الشاطره، مش في الكوره لا. شاطر في ايه بقى؟ عارف ان جماهير نادي الزمالك دي علشان تخش قلوبها، اعمل اي حاجه ضد النادي الاهلي، اشتم في جماهير النادي الاهلي، ايه اللي ادبك على جماهير النادي الاهلي، وانت في المطوشه بتاعت الاهلي كسر في اللعيبه بتاعتهم، انت كده تخش قلوبهم. زي لاعب السله اللي طلع شتم جماهير النادي الاهلي، بقى بطل قومي بالنسبه لهم. زي عضو مجلس الاداره اللي شتم في جماهير النادي الاهلي، بقى بطل قومي بالنسبه لهم. زي لاعب اللي راح الامارات وعمل اشارات مسيئه وبذيئه، ده بطل قومي بالنسبه له. قله الادب، او بمعنى اصح تقل ادبك على النادي الاهلي والقذاره، لاعب مشي من عندهم يقلوا في ادبهم عليه ويبص يقطعوا في فروته. هي دي اسلوب حياته. فهو لاعب من ضمن اللعيبه دي، عارف من اين تؤكل الكتف. المهم، طبعا هم زهقوا بقى، طالعين موسم صفري وخدوا كاس الصفيحه بتاعهم. فقال لك لا، ما احنا عايزين نجدد بقى وزهقنا خلاص يا عم، متشكرين. احنا يعني هنديك علاج للبواسير والحزق، اللي انا عارف انت حزقت كتير، فخد علاج البواسير اهو، وبقيت عقدك اهو، واتكل على الله. متشكرين منك. ابعتها له.